دلوقتي يا جماعة مش اتفضل. شكرا مش أفندي حرن خلاص. فعشان اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفاعلات وجرس، في جرس كده بيبقى على اليمين مش عارف تدوس عليه، مش مهم الجرس، بس اعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان ما تبصي. مش هتبطل الشحاتة دي؟ لا مش هقدر. ما هم عارفين ان هم يقدروا يعملوا كده، فلو عايزين يعملوا كده هيعملوا كده، صح؟ لا هم بس محتاجين زقة بس. طب زقة اسمعوا الكلام بس كده هتتبسطوا، وعشان الإحساس هيظبط. صبح ادوا زقة يا جماعة. شكرا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. تمام. جوز خالتي داخل عليا ولا مصري يا نهار ابيض. بس قول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت داخل فلتني قوي كده ليه؟ انت مالك اساسا؟ اهلاوي الحمد لله. يعني هتخش الجنة عشان اهلاوي؟ انا من ساعة بابايا الله يرحمه مات ما اتفرجتش على ماتش اهلي وزمالك. بقى هو ده اللي تعرفه؟ وكان في الواد ابو شعر ده اسمه ايه؟ ابو شهر. امال الدوري المصري ده مين اللي بيلعب فيه اصلا؟ ما اعرفش بقى. لا دول محطوط عليهم، دول غلابه قوي، دول بيطرقعوا يعني. راجل كبير ما بيتحركش. طب ما يمكن هو النحس. احنا صبح يا استاذ سامسون. صبح يا مش افندي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. تمام. جوز خالتي داخل عليا ولا ازيك يا حبيبي؟ ندلعك. الحمد لله يا انكل. امبارح رحت مطعم لبناني هنا في المنطقة، فالراجل شكله لبناني، فأنا رحت داخل عليه بقى بالعربي: ايه يا هيما، في ايه يا حبيبي؟ ما تشوف لنا مكان يا شقيق، ازنقنا كده في أي ترابيزة صغيرة مش عارف ايه. ايوه احنا 2 يعني مش ناس كتير. المهم فراح هيما كده باصص لي: مصري يا نهار أبيض، ايه ده؟ لا طب احنا لازم نتصرف، بس قول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت مالك يا هيما بالموضوع يا ده؟ عم انت داخل شمال انت يعني مالك يا هيما في الحكاية دي؟ هتقيم حياتي على الجمله دي. فانا اتلبشت مش عارف اقول ايه. طبعا. اصل ده يعني ده حياة او موت. انت ممكن ايوه تقول يا الجواب هتاكل يا مش هتاكل. انا مش بتاع كورة، لازم تقول والله يا عم الحاج ما مش بتاع كورة، لازم تقول. قلت له بص، انا اختي اهلاوية وابويا زملكاوي، شوف انت بقى ايه اللي بيعجبك. قال لي طب عشان اختك تعالى. طيب يلا. فهو طلع طلع اهلاوي يعني. لبناني اهلاوي. لبناني اهلاوي. اصحابي هيفرحوا قوي بلبناني اهلاوي دي فعلا. انا ماليش في الكوره اصلا ولا برضو يعني. اغلبهم انا ماليش في الكوره برضو، بس انا اهلاوي بالمنظر كده، عشان كان جوز خالتي اهلاوي وهو كان اهلاوي متعصب جدا. ده بعيد قوي. هو الوحيد اللي في العيله كان كول. هو بعيد جدا دلوقتي لان هو مات اصلا من سنين، فده بعيد قوي. اصل ده كمان مش خالتك او خالك، لا ده جوز خالتك، ده بره العيله اصلا. انت داخل فلتني قوي كده ليه؟ انت مالك اساسا؟ مش عارف. يا عم انا اهلاوي عشان جوز خالتي اهلاوي، خلاص بقى خلصنا. ده بعيد عديها مش بعيد يعني. والله انا كنت بعز برضو جوز خالتي الله يرحمه. شفت بقى، ما انت بعيد قوي. بس هو احنا كنا برضو قريبين شويه. شوف هو انا كبرت كده لقيت هو بيشجع الاهلي واتفرجت عليه شويه كده وانا بكبر، لقيت فريق لطيف كده وبيكسب وبتاع، بياخد بطولات كتيره وشويه لعيبه كويسين محترمين بيلعبوا فيه، تاريخه حلو، فحسيت قشطه مصلحه يعني. الفريق الجامد هو انا باي ديفولت بشجع الفريق الجامد، فخلاص قشطه. انت باي ديفولت بتشجع الفريق الجامد يعني لا بس صدفه فاهم، بس طلع انه الفريق الجامد. اوكي، بس انا بيتهيألي انك انت از ريبريزنتيشن للمجتمع وطريقه تعامل المجتمع المصري في الكوره، انت ريبريزنتيشن بايظ، مش ما ينفعش حاجه اسمها كده. يعني ايه انت انا ابويا زملكاوي كده زي الدين، ابويا مسلم زملكاوي، فانا طالع مسلم زملكاوي مش ماشي، انا ما ما هو كانش احنا ليا اي فعيلتنا قرار في اللي طلع ليه الموضوع. في الكوره جوز خالتي فطلع اهلاوي، وانا ابويا ملوش في الكوره برضه، فخلاص لو انا ههتم بالكوره يبقى انا تبع الاهلي وخلاص. اي فاهم؟ بس يبقى فكره فريق جامد ديت يعني هي انكدوتال. ليه لان انا ما جدوت هو ازاي؟ لو جوز خالتك كان زملكاوي ما كنت هتطلع زملكاوي. هو انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، انا بحب اتفرج على الكوره عشان هي رياضه حلوه ولطيفه وممتعه، وبشجع اللي بيلعب حلو وخلاص، انا مش فارق معايا. بس انا ما عنديش الهوس والجنون، لان الشعب المصري عنده ده جزء من الثقافه. احنا عندنا الكوره جزء من الثقافه. يعني اديك مثل بسيط، انت الاصحاب هم قاعدين مع بعض
ممكن الناس تشقط بعض وتتريق على بعض وتهزر وبتاع، ممكن التقفية والهزار وبتاع يوصل ان هو يتريق على ابوك ولا على امك، انما لو اتريق على الفريق اللي انت بتشجعه وهو طلع اهلاوي وانت زملكاوي او العكس هتبقى مشكلة وممكن تتخانقوا. بس على امك وابوك ممكن عادي تعدي تفوتها. ممكن يبقى والله ممكن دي تعدي. ظاهرة غريبة جدا. كان في واحد كده كان حبيبي، كان مخه ضارب خالص، مش مظبوط في الفيوزات، ما كانتش ملمسها حبيبي صح. كان بايظ خالص. فكان ده يعني لما نكون في جروب، فهو بيعرف نفسه فيقول لك انا كذا كذا، مصري ليبرالي علماني وفدي اهلاوي، ده من جزء من جزء الشرح من بتاعه الهوية يعني. بتاعته. الهوية بتاعته ما هي هوية طبعا. وبعد كده كان في المسلمين لما يقول لك انا اهلاوي الحمد لله. ايوه انا اهلاوي والحمد لله دي، او زملكاوي الحمد لله دي كنت بسمعها كتير قوي ما بفهمهاش هي دي ايه علاقتها بالجمله حضرتك. اهلاوي الحمد لله يعني هتخش الجنه عشان اهلاوي؟ الاهلاوي اللي هو شايف ان الفريق اللي هو بيشجعه ده اكستنشن من واجب الهي هو بينفذه. ايوه ده حقيقي. انت زملكاوي بقى اصلا عشان بتقول انت ابوك زملكاوي لا كده، بص صح؟ بص هقول لك حاجه بقى، انا يعني انت بتتابع ومتعصب وبتاع خالص والجو انت ده؟ تعرف عني ان انا متعصب. لا ما هو انا بفهم بس يعني انا اعرف ان انت في البلوزه زي كده. انا من ساعه ما ابويا الله يرحمه مات ما اتفرجتش على ماتش اهلي وزمالك. ده هو الموضوع كان مرتبط هو مع الموضوع بيه كان يعني. مرتبط بيه، وانا علشان كنت بحب ابويا جدا بقول ان انا زملكاوي، لان انا عندي دايما حاسس ان انا لو غيرت الهوية دي ان هو جواه يعني الراجل في قبره هيتأنصر هيتضايق. هيزعل، فمش هي. يا وهو كان كريم جدا لما الزمالك بيكسب، طبعا من بخته الزمالك ما بيكسبش كتير. ما بيكسبش كتير، هي دي المشكلة ان هو الزمالك ما بيكسبش كتير بس لما كان للأسف. بيكسب انا كنت يعني ايه، انا كنت بتروق اللي هو ايه. ايوه فدي كانت ميزة فدي كانت لطيفة. حاجة يعني هو اشترى ولائي للزمالك، وبعد كده لما بقاش في حد بيدفع لي لما الزمالك بيكسب فخلاص بقت كده ايه، خلاص ما هوية اهتم رمزية. بيه ليه. لو سألت اي حد كنا بنقول كلنا ان احنا زملكاويين، لغاية ما اختي اتجوزت راجل اهلاوي متعصب، اوبا. وبعد كده هو جه في يوم الاهلاوي كسب فهي كانت مبسوطة. كان في حالة توجس غريبة جدا وسسبنس مش مفهوم، ايه يا بنت الناس في ايه؟ قالت لي لا اصل مش عارف ايه، وابتدت تحاول تبرر لي الموضوع وان هي بقت اهلاويه. اوكي هي بتحاول تطلع بره الكلوزت بتاعتها ان هي تقول لكم ان ما بقتش زملكاويه انيمور. تخرج من جلباب ابوها وتتقلص وتتملص من هويتها. انا كنت مستغرب ان دي حاجه ممكن تتعمل اصلا ده انت ممكن كده دي من الكبائر. من الكبائر دي. لا انا النهارده تسيب خلاص ما بقتش زملكاوي، انا بقيت اهلاوي. الله ايه ايوه هو ايه دي ينفع؟ بتلعب؟ هو ده ينفع؟ احنا هنهزر هنا، جايين نهزر. جوز خالتي اللي بحكي لك عليه ده كان اهلاوي متعصب بطريقه مش طبيعيه، وكان جاره اللي في الشقه اللي قدامه وفي بينهم طرقه صغيره كده كان زملكاوي متعصب بطريقه مش طبيعيه. كويس. وهما صحاب وحبايب وجيران وبيخدموا بعض ويساعدوا بعض، وده بيصلح عربيته فده يوصله ويجيب عربيته مش عارف ايه وتمام، لحد ما تيجي لحظة ماتش الأهلي والزمالك في أي حاجة، في دوري في كاس في ماتش عادي بتاع، ويحصل بقى الماتش فكل واحد قافل على نفسه شقته وقاعدين يتفرجوا، وكل واحد بقى قاعد بيجعر ويكلم اللعيبة ويكلم التلفزيون ويتجنن ويتشنج وسجاير وبتاع. الأهلي جاب جون، يقوم ده فاتح باب شقته ورايح على باب شقة التاني يقعد يهز الباب ويخبط على الباب ويعمل ويرزع برجله ويرجع يدخل يقعد يكمل الماتش. ايه العنف ده؟ الزمالك يجيب جون، يروح التاني برضه فاتح باب شقته رايح عند ده ويروح مكسر الباب ومخبط ومرزع وفي اطفال بقى في البيتين ودول مسروعين لانهم مش فاهمين في ايه. ده في حد داخل يقتلنا ولا كده بقى. يفضلوا كده طول الماتش، كل ماتش وكل كام سنة كل واحد فيهم يصلح باب الشقة بتاعته عشان في حاجات بقى وعلامات بقى الترفيس بتاع الرجلين والحاجات والتكسير ده عيال صغيره والدهان يعني يقع. مش مجانين مش طبيعيين. بس يا معلم فدول بقى اتنين، انا وانا بكبر شفت منظر الاتنين دول
جالي هوس، قلت يعني ليه مفيش حاجة في الدنيا تستاهل خالص ان الناس تعمل في بعض كده. وبعد الماتش بكام يوم كده يصبحوا ويتكلموا ويهزروا ويرجعوا عادي. بس هي لعبة جميلة. هحكي لك شوية قصص لطيفة. مبدئيا يعني الأهلي والزمالك بقى اللي هم عليهم القلبان ده كله، دول أصلا خامس وسابع يمكن أو خامس وسادس فرق تتأسس ونوادي تتأسس في مصر. أول نادي كان فيه فريق كورة كان نادي الجزيرة، لا يا راجل. وبعديه نادي سبورتنج بتاع اسكندرية، وبعد كده نادي السكة الحديد، وبعد كده النادي الأولمبي، وبعد كده الأهلي. والمقاولين طيب جاء امتى؟ لا مقاولين ده أول امبارح، ده في وقت الانفتاح، ده لما عثمان أحمد عثمان بقى حبيب السادات ومسك كونستراكشن البلد كلها. والزمالك كان سنة 1911 والأهلي 1907. بس قبل الاتنين دول كان في كل الفرق اللي أنا قلتها لك دي. بعد كده خلاص ماتوا بقى، ما بقاش فيه غير أهلي وزمالك. امال الدوري المصري ده مين اللي بيلعب فيه اصلا؟ ما اعرفش بقى. كل فرق الدنيا، ما عندك طلائع الجيش تلعب فيه. طلائع الجيش اه وانبي. عثمان أحمد وإنبي، أي شركة بترول، أي والشرطة، فريق الشرطة والترسانة بقى والاتحاد وبتاع، بس كل دول في وفريق الشرطه القضايا. وفريق الجيش بيخلوا فرق تانية تكسب. لا دول محطوط عليهم، دول غلابة أوي، دول بيترقعوا يعني. انا كان عندي واحد صاحبي في الكليه، هم كلهم اهلاويين وكلهم ساكنين في نفس العماره. فيوم ما كان بيبقى فيه ماتش فيه الاهلي هم كلهم بيتلموا عند الكبير ليلى. هو صاحبي ده باباه اللي هو كان الاخ الاكبر، فهو اللي في البيت عنده بيتفرجوا على الماتش بيجوا ولا بقى الناس كلهم تروح؟ عنده. وايه، هو طبعا الراجل ليه الكرسي بتاعه محدش يقرب ناحيتها، وكل واحد تاني ليه مكان، وكل واحد ليه، هم مجانين بصراحه حبايبي. المهم لما يبقى في ماتش، الراجل طبعا الكبير بيقعد في الحته بتاعته، كل واحد بيقعد في مكان وبيشوف الماتش شغال ازاي. لو الماتش ماشي في يعني في الاهلي شكله هيكسب، خلاص هما بيستمروا كده. لو الاهلي تعبان شويه في اليوم ده في الهاف تايم بيغيروا اماكنهم. ليه ما تقوليش عشان نحس نحس. والهبل ده يا راجل. بس هو يفضل قاعد في لا مكانه الراجل هم الراجل الكبير ده؟ الكبير ما بيتحركش. طب ما يمكن هو النحس. احنا ايه اللي انت بتقوله؟ لا محدش يقول ده انا كده بس. اسف، يوجب عليا القصاص كده. انا اسف مش ارجع انا ورا. اسف يا جماعه، ارجع. انا اسف. الراجل الكبير ما بيتحركش. هم يغيروا هم بس يغيروا انما هو قاعد عشان نحسوا عشان يفكوا الكوره وكده. ما هو هوس رهيب يا معلم. يعني انت، انا اقول لك حكايه سريعه قصيره جدا على الهوس ده. في لعيب كان في الجيش، اوكي. بس انا من الحكايه مش عارف اللعيب ده كان في الجيش، كان يعني ضابط احتياط او ضابط في الجيش، ولا هو عسكري مجند في الجيش يعني. المهم هو في الجيش وعنده وبيلعب في فريق الزمالك وعنده وماتش مهم جدا. فراح هربان من الجيش وراح لبس ونزل لعب الماتش وعمل أداء عظيم جدا وكان هايل في الماتش، وخلص الماتش ورجع على الجيش بتاعه. اتحبس طبعا واتفشخ واتمرمط لأنه هرب من الجيش بتاعه. عارف مين؟ لا. فاروق جعفر. مين فاروق جعفر؟ لا امال زملكاوي ايه؟ بقول لك يا ابني انا زملكاوي كده بالواجب الهي كده مش. بالايه يعني؟ مش عارف اسامي القدام حتى يعني، ما تعرفش محمود الخطيب وفاروق جعفر لا وحسن محمود خطيب ده شحاته اهلاوي. يعني انت عارف الزملكاوي، ما هو فاروق جعفر ده من نيله زملكاوي يعني. ده فالح انت يعني بص انا دلوقتي؟ لا ده اهلاوي. انا اعرف في الزمالك ان حسام حسن وابراهيم حسن نقلوا من الاهلي وراحوا على الزمالك. هو ده اللي تعرفه بس؟ وكان في الواد ابو شعر ده اسمه ايه؟ واد ابو شعر. مم. لا تعال خش في حته تانية بقى. ايه الواد ابو شعر ده؟ كلهم بشعر، كل اللعيبه لا بشعر. استنى، ميدو. ميدو هو انت يعني مش عارف فاروق جعفر بس عارف ميدو؟ اصل ميدو كان جاري فاهم. بس كده انت عرفت شكنجارك، انما انت لا بس انا فهمت ان انت زملكاوي كنا يعني، بنروح فانت نفس على الاقل عارف. كنا بنروح عارف نفس الكافيه. عارف يعني زملكاوي. انت بتدعي انك زملكاوي، عارف اسامي اللعيبه حتى المشهورين يعني. كنت ده لا انت لا لا ما لا لا جيتش خالص، خالص يا لا يا برنس. معلم، لا بقول لك انا لا ده انا زملكاوي بالنسبه كده. لك كده خبير في الكوره. أكرة الباب اللي جنبي ده عندها خبرة أكتر مني في الكورة ده أكيد. انا فهمت كده دلوقتي خلاص.
لا ده انا بالنسبه لاصحابي يعني ضايع، وانا كده بالنسبه لك علامه. ده 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 انا اكيد. قاموس يعني في اللعبه بقى كده بالمنظر اللي انا شايفه. بس الحق يتقال ان يعني حتى لما جربت التجربه دي بره مصر هو نفس العذاب. ايوه هي بص، هي في الكوكب كله هي رياضة الكورة دي هي رياضة قوية جدا وشعبيتها رهيبة جدا، وهو ناسها بالغشم ده، وهم كده هم مش هيتغيروا. هم بيشجعوا بالطريقة دي، بيتخانقوا بالطريقة دي، وحبهم للعبة دي والفرق بتاعتهم بالجنون ده، وهي كده وخلاص، واحنا لازم نعيش مع الموضوع ده يعني. عايز اختمها لك ختامها مسك. اتفضل. كنت عايش مع واحد في لندن، كنا مأجرين بيت مع بعض. لا، ايوه، عايش مع واحد في لندن دي متنفعش اه خالص، تتلط انت كده على طول. طيب انا وواحد مأجرين شقة مع بعض وساكنين مع بعض. جميل. انا بلمك يا برنس لا عشان لمني عشان لا انت تهمني، انا عارف ما والله. تتلطش. بس هو كان بيتفرج على الكاس الأوروبي، وكان الكاس الأوروبي في السنة دي كان ما بين ألمانيا وأسبانيا. الواد كان أبوه ألماني وأمه أسبانية. اوبا يا نهار اسود، ده عنده صراع رهيب. ما كانش عنده. طب وهو ايه، هو بيشجع مين ما هي فيهم دي بقى، ولا؟ هي دي المضحكة. كنت عايز أشوف هو رد فعله على الماتش هيبقى عامل إزاي. دي كانت المرة الأولى والمرة الأخيرة في حياتي اللي شفت واحد بيتفرج على اللعبة الحلوة. كان بيشجع الفريق وده مش عارف يعمل ايه وبتاع، ويروح لافف الكوره ويقوم جايبها جول وده مبسوط، وبعد كده الفريق المضاد يروح مش عارف ايه، وده كان في قمه ومتعادل السعاده. فيبقى مبسوط برضو. انا ايوه. في نص الماتش ببص له بقول له يا ابني هو انت مشجع مين فيهم؟ قال لي الاثنين. احنا نتعلم من صاحبي مانويل ده ان هو نشجع اللعبه الحلوه. نحاول يا جماعة، تفتكروا هتنفع تبقى بتشجعوا اللعبة الحلوة وتشجعوا فريقكم كده في هدوء، ولا اه مش هينفع؟ مش ادونا هتاكل. رايكم. اه هل ده وارد ولا احنا بنحلم ونهزي احنا ومفيش اكيد امل في اللي احنا بنهزي ومفيش بنقوله؟ امل ده ما اكيد. هو مفيش فايده اصلا. بس نحاول يعني، ما يمكن صبح صبح يا صبح يا برنس. جميل.